خلينا دايما مقتنعين يا جماعة إن مش الإمكانيات ولا الميزانية ولا الفلوس اللي بتطلع الأكل حلو وجميل كده. والله العظيم بأقل الإمكانيات هنعمل أحلى مأكولات لأولادنا، وكفاية نظافتنا، وكفاية إن لقمة كده العيال يعني تاكلها وبألف هنا. مش الفلوس والله. نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو لأن الفيديو بدأ أهو. زي ما انتم شايفين كده أنا كان معايا نص كيلو دقيق أو أكتر حبة صغيرين، ومعاهم نص كيس خميرة ومعلقتين سكر، مع كمان رشة ملح، حتى معلقتين سكر. تمام يا حلوين. عجنت العجينة وحطيت فيها غلب السنين كله، وغطيتها وركنتها زي ما انتم شايفين. بعد نص ساعة زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله العجينة اختمرت. بس خلي بالكوا عجينتي مش جافة، يعني مش العجينة اللي ماسكة كده امسكها وما تلزقش، لا انا عايزاها تلزق عشان تكون معايا طرية. لان العيش ده اصلا يعني المفروض ان عجينته تكون طرية، ما تكونش يعني تخينة او جافة شوية. زي ما انتم شايفين كده العجينة بسم الله ما شاء الله. قطعتها بسمك البيضة يا جماعة، مش هنقول الليمونة. خليه العيش كده يبقى ايه متوسط الحجم، ولا كبير قوي ولا صغير قوي. وهنغطيه برضو ونسيبه يعيد يعني خمره تاني. شايفين الحجم قد ايه؟ هنشوف بعد ما يختمر هيبقى حجمه ايه. نظبط الكلام بتاعنا ونصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين الخمر؟ الله اكبر، ما شاء الله لا قوة الا بالله. نسمي بقى بسم الله كده، نفرش فرشتنا الحلوة زي ما انتم شايفين. اي صينية عندك عليها اي ملاية واظبط الكلام. ونسمي بسم الله ونجيب قطعة حلوة كده ونبدأ نفردها بأي حاجة عندك. أنا استعملت النشابة بتاعتي العادية خالص وفردت. قلت لكم يا جماعة مش الإمكانيات، مش الإمكانيات اللي بتطلع أحلى أكل، لا والله العظيم ده قلبنا وروحنا الحلو كده النية الطيبة والله. مش عايزينه نرققه قوي. هتشوفوا السمك بتاعه دلوقتي يعني، ولا عايزين نخليه خفيف ولا تخين، ومش عايزين برضو يبقى العيش واسع قوي، يعني معقول كده. هنشوف السمك مع بعض وننفضه كويس كده من الدقيق. شايفين العسل بتاع قمر؟ الله اكبر عليك يا قمر. لان ايديا عماله تتحروق يا جماعه، اقسم بالله ما عارفه اصور من ايديا. ايديا بصوا اقسم بالله كانت محروقه هنا واتحرقت تاني وانا بعمل برضو الحواوشي ده. ورا واحده ورا واحده واحده ورا واحده يا جماعه. وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ونفضته برضو من الدقيق وبوريكم السمك بتاعه. وهنكمل كله بقى لحد ما نخلص يا جماعة، عشان مش عايزة والله العظيم أطول عليكم. بس بجد الفيديو مفيد جدا ومش هياخد معاكي وقت، وغير كده إن حاجة نظيفة في بيتك من أولها لآخرها. وخلي بالكم أنا جربت الحوشي ده على كل الأنواع. يمكن عملته معاكم إن أنا بحشي من جوه كده زي اللي هو الرغيف الإسكندراني اللي انتوا شفتوه ده من زمان قوي، بقاله يمكن سنتين. هتلاقوا عندكم على القناة تحت، كنت عاملاه ومقفلاه كله منه فيه. هنا احنا ممكن نزود فيه حاجات، بس احنا هنعمل على ايه، على قد امكانياتنا. مش عايزين يعني نصرف جامد، احنا ناس على قد حالنا وعايزين ناكل عنا برضو ايه لقمه حلوه، بدل ما يروح يشتروا رغيف ب20 جنيه من الشارع ومش ضامنينه اصلا اللحمه اللي فيه ايه نوعها. فانا بعمل اقل حاجه لاولادي، وبسم الله ما شاء الله هيرمي حاجات الله اكبر. يعني شايفين العيش الله اكبر عامل ايه؟ انه دوت يعني قولوا كيلو الا ربع يا جماعه دقيق. شايفين الصلاه على النبي الله اكبر. هنا بقى جبت الطاسه دي يا جماعه، انا جايباها برضو بالقسط عشان ما تقولش انت امكانيات يا قمر وجايبه لنا طاسه اسمه ايه جرانيت يا جماعه ولا تيفال. والله العظيم الطاسه دي انا يمكن لحد الان بسد في ثمنها. شايفين؟ ما انا بقول لكم الامكانيات مش هي اللي بتعمل الحاجات دي. انا ممكن اخبزه والله العظيم على اي طاسه، يعني اي صينيه المونيا عادي. شايفين العيش بيترفع ازاي؟ طبعا انا غطيته وسبته شويه وبعد كده رحت مطلعاه تاني. شايفين ما شاء الله؟ يعني سبته برضو شويه بعد ما بصوا كله جاي بمراحل كده. يعني قطعته سبته ريح شويه، بعد ما فردته سبته ريح شويه. الشويات دي بتبقى قد ايه؟ يعني ما تقلش عن 10 دقايق يا جماعه، عشان العيش يطلع في الجمال اللي انتوا شايفينه ده. وإمكانياتنا البسيطة هنعمل أحلى حاجات لأولادنا. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ممكن يعني تعمليها على طاسة ألمونيوم عادي خالص والله العظيم. زمان كانوا جدودنا يا جماعة كان عندهم شوفوا نفس الصينية دي، بس سبحان الله كان صاج حديد. يعني ما كانش اللي هو الجنارية مش عارفة انطقها. ما كانش التيفال يا جماعة. خلينا في الايه في العادي بتاعنا. شايفين العيش؟ الصلاة على النبي عليك يا قمر. يعني كانوا بيعملوا بص يعني قال لك الجيش اتصرف من الاخر. وخلي بالكوا والله العظيم العيش كله طالع معايا الله اكبر. فيش الا رغيف او رغيفين بس، هو تقريبا كمان رغيف واحد هو اللي اتنفخ نصه والنص التاني عمل عليها بالعين. قلت والله لا حطاه في الفيديو علشان برضو ايه اخواتي الحلوين يشوفوه.
والدنيا كانت زي الفل، والصلاة على النبي الله أكبر. 3 ماشي، 4 حلوين زي ما يجوا، 5 ما جاش. 5 دي ما طلعتش في الطاسة بتاعتنا هنا خالص. أنا الصراحة كنت جايباها عشان خاطر أعمل عليها البتاع دوت، اللي بيروحوا يجيبوا العيال ده من بره راخر الكريب. بس الصراحة ما جربتش الكريب عليها خالص لحد الآن، عملته في طاسة تانية صغيرة. بس على دي أول مرة إن أنا أعمل عليها العيش بصراحة. بس طلع ما شاء الله الله أكبر، لقيتها جميلة جدا. ممكن العيش ده تستعملوه، مش لازم يكون في الحواوشي، لأ. ممكن لو مثلا رحت تجيبوا يعني، جه في وقت بالليل ما لقيتوش عيش عندكم، ممكن لو نص كيلو دي، بص هي هيرملك الدنيا دي كلها انت شايفاها. يعني هيطلع معاكي كميات ما شاء الله. خلي بالكم، هو ده الرغيف اللي ما اترفعش. عارفين ليه طب ما اترفعش يا جماعه؟ مش عشان ناقص خمر ولا فيه غلط، لا، عشان يعني مؤاخذه في الكلمه، اتفتح من على جنب كده، لو شايفين ان هو بيطلع بخار، هو عشان اتفتح ما يعني ما اتنفخش معايا. فلازم لما تيجوا لما يجي العيش يترفع تحط عليه بردك المسكه بتاعتك، المعلقه، اي حاجه في ايدك، سكينه. انا عملت والله قبل كده بالسكينه عليه كده، بالراحه تضغط عليه ضغطه خفيفه، هتلاقي الرغيف اترفع معاكي، والصلاة على النبي الله أكبر، حاجة كده ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بس بجد لقيته يعني فكرة جميل أوي. أنا عملتها مرة الصراحة وعجبتني، قلت بقى أما أصور وأوريها لإخواتي حبايبي. والعيش كله طالع الله أكبر. ما صلوا على سيدنا النبي يا جماعة، صلوا على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين العيش جميل، مفيش رغيف بصوا جه معايا يعني ما اتنفخش، اللي هو اللي انتوا شفتوه، بس هو لوحده بس ده اللي ما اتنفخش، عشان خاطر بس ايه، انفتح مني وانا بدوس عليه بالمسكة. ولكن العيش كله الصلاة على النبي عليه حاجة كده عسل. العيش ده لو عملته بقى سندوتش جبنة للأولاد أو أي حاجة عسل، حاجة كده سكر، طعمه كان عسل. هنا معايا بصلتين كبار، بصل أبيض، معايا كام قرن فلفل، جزراية، معلقة بهارات حواوشي كبيرة، معلقة فلفل أسود صغيرة، وكمان الملح بتاعنا على قد الحقيقة. وكان معانا نص كيلو لحمة، حطيت على نص كيلو لحمة ده يجي 200 جرام دهن. تمام يا حلوين. ضربتهم الدهن عشان كان الدهن عندي في التلاجة، ضربتهم مع البصل والحاجات بتاعتي هنا والحبشتكنات كلها. وجيت بقى على نص كيلو اللحمة، ونزلت عليها بالخلطة بتاعتي كلها. بسم الله ما شاء الله، الريحة بتاعتها بصوا روعة. وكمان حطيت عصرة ليمون يا جماعة، يعني يقولوا نص ليمونة كده، ادوها عصرة كده برضو، بتخلي يعني الحاجة كده طعمها حلو، وبتقتل اي ميكروب. هي يعني ما فيش حاجة فيها ميكروب ولا اي حاجة، كل حاجة عاملينها ببيتنا ونضيفة وزي الفل. طبعا هتقولي يا قمر ايه الابيض اللي بتحطيه؟ حطيت معلقتين دقيق، وحطيت كمان ربع معلقه بيكنج باودر، وقلبتهم تقليبه حلوه، عجنت العجينه كلها ببعض. وبدات ان انا اخد بالكره الصغيره كده على قد الرغيف، واجي حاطه فيه اللحمه، وببقى مغذيه الرغيف، مش حاطه حته صغيره وملحساه، لا، غذوا الرغيف، لان اللحمه بتكش، لان معظم طبعا اللحمه بصل والخضار بتاعنا، فغذوا الرغيف عشان يبقى الرغيف كده ايه حلو. خلي العيل يمسك ياكل الرغيف كده وهو مبسوط. دهنت الطاسة بتاعتي بالزيت، وسميت بسم الله كده على نار عالية في الأول، وبعد كده وطيت النار، ورصيت العيش بتاعي كده اللي هو فيه اللحمة. وبدأت بقى ان انا اقلب من هنا لهنا، وظبطت الكلام زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا مش هتبقى طريقة السوى النهائية، لا، في تكاية تاني صغيرة دي بس عشان اضمن، لان الرغيف بسم الله ما شاء الله مليان لحمة. وطبعا يعني انا ما افتكرش ان هو برضو استوى. اما بنروح نجيبه من اي محل ولا اي حاجه بيكتموه لنا بعد كده في الكياس، وفي بيلف ومش عارفه ايه، وهو لما يوصل لنا البيت بيبقى سخن ملهلب. يعني سخونيته دي في الوقت ده كله بتكمل برضو السواه. احنا هنا رايحين ناكله على طول. هنعمل ايه؟ هنعمل تكايه حلوه، ما تكترش الدقيق عشان ما بقاش فيه البصمه اللي كانت في الرغيف اللي قدامنا دي، عشان هيبقى عايز بقى زيت بقى تدهنيه والكلام ده. انا بصراحه دهنته زيت. التكايه اللي احنا هنعملها هنا ايه هي؟ ان انا هخلص كل الكمية بتاعتي في قلب الصينية دي، عشان برضو الفيديو ايه، مش هطوله عليكم. تمام. هنرص كل اللي بنعمله، هنحطه في الصينية، هشغل الفرن بتاعي يا جماعة، وهنشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، يعني ما بياخدش 10 دقايق، يعني التلاتة مع بعض عندي هنا على الصينية او الاربعة ما بياخدوش 10 دقايق، وما شاء الله بيكونوا استوى على طول، او خد وش. بعد ما خلاص خد وشه كلهم، وخلصت العيش بتاعي كله، او خلصت الحواوشي بتاعي كله، باجي عاينة الصينية بتاعتي دي من فوق على طول، واجي حطاها في قلب فرن البوتاجاز يجي 10 دقايق. تمام يا حلوين.
ممكن تغطيه بأي ورق فويل في الفرن، أي صينية موجودة عندك، أي حاجة. ممكن كمان تضيفي على الحواوشي هنا، ممكن تحطي له جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، الإمكانيات الموجودة عندك اشتغلي بيها. أنا اشتغلت بإمكانياتي البسيطة، طلعت أحلى حاجة لأولادي. وكمان كفاية النظافة، كفاية اللقمة الحلوة، كفاية الكمية ما شاء الله. الله أكبر، أنا مش هعد، أنا مبحبش أعد. الكمية اللي انتوا شايفينها دي. ادعموني بقى بكلمة حلوة، قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. وعملنا على قد إمكانياتنا حاجات جميلة بسم الله ما شاء الله. والطعم كان حكاية. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. وأقول لكم ادعموني أحلى أخوات، وأقول لكم سلام عليكم.